لكن احنا بننزل الماتشات عشان كل مباراه نحصل على الثلاث نقاط، وانت فرق نقطتين، الفرق نقطتين كان ممكن تاخدهم النهارده. صحيح. لولا التحكيم ومجامله التحكيم. انا يعني هقول على الهوا، الحكم اللي ادار مباراه الاهلي النهارده لابد من احالته للتحقيق في مشهدين، مشهد ضربه الجزاء ومشهد ان هو واخد سيد عبد الحفيظ في حضنه. هو صاحبه فعلا؟ طبعا هو صاحبه. ما شفتها. ما ينفعش في كره القدم ده. هو فين كلاتنبرج؟ هو كلاتنبرج سافر. هو حصل فعلا؟ ايوه، ما في مشهد ده موجود. ماشي. هو كلاتنبرج فين؟ ومين اللي بيدير لجنه الحكام؟ ومين اللي بيوزع الحكام؟ النهارده الحكم ده لازم يتحول للتحقيق على ضربه الجزاء المشكوك في صحتها واحتساب وقت اضافي وانتظار حتى الاهلي يتعادل. لما الاهلي ما تعادلش لغايه الدقيقه 97 اضطر يتدخل. اقول لك حاجه ما ينفعش التحكيم ده. العداله يا كابتن خالد، انا اطالب بالعداله في الدوري زي ما الزمالك بيكسب بعرقه.